to do something to stop this. I said in London this. رد فعل غير متوقع من الفيفا والكاف بعد رفض السنغال تسليم الكأس للمغرب، ولقجع يطالب بإعادة النهائي. ولكن في البداية، إذا كنت مغربيا وسعيدا بقوة المملكة المغربية، اكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في حديثه لصحيفة بلاك سبورت أن ما حدث في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال يعد من أخطر الأزمات في تاريخ الكرة الإفريقية، واصفا الواقعة بأنها أكبر سرقة كروية شهدتها القارة. وأكد أن المغرب تعرض لظلم واضح نتيجة الأحداث التي أفسدت المباراة وأثرت على نتيجتها. وأوضح إنفانتينو أن المباراة توقفت بشكل رسمي بعد انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب، وهو ما تم توثيقه من قبل الحكم وتقارير المراقبين. كما أشار إلى أن اقتحام الجماهير السنغالية لأرضية الملعب ساهم بشكل مباشر في إنهاء اللقاء، وهو ما يخالف القوانين بشكل صريح. وأضاف أن الاتحاد السنغالي رفض حتى الآن تسليم الكأس والميداليات في خطوة وصفها بغير المقبولة، مؤكدا أن الفيفا يدرس فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى استبعاد المنتخب السنغالي من البطولات الدولية بما في ذلك كأس العالم إذا استمر هذا التعنت. وأشار إنفانتينو إلى أن العدالة الرياضية تقتضي إعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدا أن المغرب يستحق اللقب بناء على القرارات الرسمية. كما تحدث عن دور بعض اللاعبين وعلى رأسهم إبراهيم دياز الذي كان من أبرز نجوم المنتخب المغربي في البطولة. واختتم رئيس الفيفا تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الدولي لن يسمح بمرور مثل هذه الأحداث دون محاسبة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية نزاهة المنافسات وإعادة الثقة للجماهير في كرة القدم الإفريقية. قال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم إن اجتماع لجنة الانضباط بالفيفا الأخير كشف عن تطورات خطيرة تتعلق بنهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال. وأوضحوا في تصريح خاص لموقع فوتبول سبورت أن اللجنة كانت تدرس في البداية فرض عقوبات صارمة على المنتخب السنغالي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة، والتي اعتبرت غير مسبوقة في تاريخ الكرة الإفريقية. وأضاف كولينا أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اتخذت قراراً حاسماً قبل تدخل الفيفا، حيث أقرت فوز المغرب بنتيجة 3-0 واعتباره بطلاً رسمياً للمسابقة. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في رفض الاتحاد السنغالي تنفيذ القرار بحجة وجود تدخلات داخلية، وهو ما زاد من تعقيد الموقف وأثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية. وأكد كولينا أن الحكم الكونغولي الذي أدار المباراة كان له دور حاسم في كشف الحقيقة، حيث وثق في تقريره الرسمي أن المباراة توقفت بشكل نهائي بعد انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب عقب أحداث شغب واقتحام الجماهير. وأضاف أن هذا التقرير كان عنصراً أساسياً في اتخاذ القرارات النهائية. كما أشار إلى أن الفيفا قرر إيقاف مدرب منتخب السنغال لعدة مباريات، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي بسبب مخالفات وانتهاكات واضحة للوائح. وشدد كولينا في ختام تصريحاته على أن الفيفا لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس نزاهة اللعبة، مؤكدا أن العدالة الرياضية ستظل فوق كل اعتبار، وأن القرارات المتخذة جاءت لحماية سمعة كرة القدم الإفريقية والعالمية. تحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريح لشبكة إفريقيا سبورت عن الضغوط الكبيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها له بعض الجماهير المغربية بالتواطؤ مع المنتخب السنغالي. وأكد أنه تحمل الكثير من الضغوط النفسية سواء على المستوى الشخصي أو العائلي، لكنه ظل متمسكا بمبادئ العدالة والنزاهة. وأوضح موتسيبي أن القرارات التي اتخذها الكاف جاءت بناء على تقارير رسمية ومعطيات واضحة، مشيرا إلى أن منح اللقب للمنتخب المغربي لم يكن قرارا عاطفيا، بل نتيجة طبيعية للأحداث التي شهدتها المباراة. وأضاف أن ما حدث من انسحاب واقتحام جماهيري يعد خرقا صريحا للوائح، وكان لابد من التعامل معه بحزم.
وأشار إلى أن الكرة الإفريقية تمر بمرحلة حساسة تتطلب إصلاحات جذرية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة والتنظيم. كما أعلن أنه مع اقتراب نهاية ولايته قرر ترشيح فوزي لقجع لخلافته، معتبراً أنه يمتلك الخبرة والرؤية لتطوير الكرة الإفريقية. ورغم ذلك أقر موتسيبي بوجود معارضة من بعض الدول مثل مصر والجزائر والسنغال، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي هو مصلحة الكرة الإفريقية وليس إرضاء أطراف معينة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ستظل الأساس في جميع القرارات، وأن الكاف سيواصل العمل من أجل تطوير اللعبة وتعزيز شفافيتها. أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن العدالة انتصرت في نهاية المطاف، وأن المنتخب المغربي استعاد حقه المشروع بعد الأحداث التي شهدها نهائي كأس إفريقيا. وأوضح أن العمل على هذا الملف تم في سرية تامة بالتنسيق مع جهات دولية لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة دون أي ضغوط أو تدخلات. وأشار لقجع إلى أن المغرب لم يسعى سوى لتحقيق العدالة، مؤكدا أن القرارات التي صدرت عن الكاف والفيفا تعكس احترام القوانين واللوائح. وأضاف أن المنتخب المغربي كان ضحية لظروف غير رياضية، لكن الإصرار والعمل الجاد ساهما في استعادة الحقوق. وكشف أن المغرب يستعد لتنظيم نسخة مميزة من كأس إفريقيا 2028، مشيرا إلى أن البنية التحتية والتجهيزات جاهزة لاستقبال حدث قاري كبير. كما أكد أنه عقد اجتماعات مهمة مع رئيس الفيفا ورئيس لجنة الحكام، حيث تم التعبير عن دعم كامل للموقف المغربي. وأضاف أن المنتخب المغربي جاهز لكل السيناريوهات، سواء تثبيت النتيجة الحالية أو إعادة المباراة على أرض محايدة، مشددا على أن اللاعبين يتمتعون بروح عالية وثقة كبيرة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المغرب سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية، وأن الهدف هو ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في كرة القدم الإفريقية. في تطور خطير وغير مسبوق، كشفت تقارير إعلامية أن لاعبي المنتخب السنغالي رفضوا تسليم الميداليات في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الكروية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكدت المصادر أن كأس إفريقيا لا تزال محتجزة داخل السنغال وسط حالة من الرفض التام لتسليمها إلى المنتخب المغربي رغم القرارات الرسمية الصادرة. هذا التصعيد زاد من تعقيد المشهد، خاصة في ظل تمسك المسؤولين السنغاليين بموقفهم واعتبارهم أن القرار غير عادل. في المقابل، يرى مراقبون أن هذا الرفض قد يفتح الباب أمام عقوبات قاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تصل إلى تجميد النشاط أو الاستبعاد من المنافسات الدولية. الجماهير تتابع المشهد بترقب كبير بين صدمة من هذه التطورات وتساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ستتصاعد أكثر خلال الأيام القادمة أم سيتم التوصل إلى حل ينهي هذا الجدل. وفي انتظار القرار النهائي، تبقى الأنظار متجهة نحو الفيفا لحسم واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ الكرة الإفريقية، ديما المغرب. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.